ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى عندنا سمك مشوي، وما ينفعش اعدي الفيديو ده من غير ما اصور لكم بالظبط انا عملت ايه، لان انا ده عاملاه في فرن البوتاجاز. انا كنت دايما متعوده واحنا في الشرقيه بنعمله هناك على فرن غاز، فانا هنا ما عنديش مكان ان انا اجيب فرن غاز او ان انا استخدم فرن غاز هنا. فوصلت للطريقه دي بالصدفه، ان انا اعمله في فرن البوتاجاز. عملته مره في على البوتاجاز من فوق، ملا الشقه دخانه، وكانت مشكله كبيره قوي ان الشقه كلها تملي دخانه، والمروحه تشتغل بقى ونطير الدخان ده. الموضوع كان صعب قوي. فالمهم الحمد لله وصلت للطريقه دي ان انا اعمله في فرن البوتاجاز. بسخن الفرن قبلها بشويه لعند ما درجه حراره الفرن تكون اعلى حاجه، وبعد كده بجيب السمك واحط عليه رده وادخله في الفرن واسيبه. ونجهز بقى الرز. دلوقتي بحط معلقه زيت واغسل الرز حلو واصفيه من المي، وبعدين بشوح الرز. اغلف كل الرز كله بالزيت، اخلي الرز كله يتشوح، وبعد كده انزل عليه بالميه السخنه لعندي ما اغطي الرز المستوى اللي انا عايزاه اللي متعوده عليه، واحط ملح واقفل وخلاص واسيب النار عليه. وبعد كده نجهز دقه للسمك. بنجيب راس توم او نص راس توم على قد الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا في الكميه دي في الاربع سمكات دول حطيت نص راس توم وطماطمايه وشطه وليمون وزيت وخل وليمون. هعمل كله معاكم اهو. في الوقت ده بقى قلبت السمك عشان ما يتحرقش، خد لون من تحت كده، وقلبته على الجهه التانيه. وحطيت بقى هنا طماطم وشطة وملح وتوم وليمون وفلفل وزيت وخل، وضربت كله مع بعضه مع شوية مية. هنشيل بقى الشوية اللي انا شفتهم دول على جنب كده، هنستخدمهم لحاجة تانية. وشلت بقى الشوية اللي في الطبق دول عشان ايه؟ اتبل بيهم السمك بعد ما يتعمل. جبت المبشرة وعملت الجزر وكمان الخيار. دي بقى احلى طبق سلطة ممكن تعملوه. في المبشرة جزر وخيار احسن بكتير ما تقطعوهم قطع صغيرة. اهو بشرت الجزر مع الخيار اهوت، وهقطع عليه كمان الطماطم والفلفل وكل الحاجات دي، وبعد كده اخلط كله مع بعضه بقى. واجيب بقى الدقه اللي انا شايلاها من شويه دي وهتبل بيها السلطه. انا هحدق السلطه بالبتاع ده تحفه. وكمان شويه هيتبقوا احطهم فين؟ في طبق احطهم على الاكل. سوجي بتحب الدقه الجميله دي ان هي تاكل بيها، كلنا حابينها بصراحه. ادي السلطه كمان اتبلت اهي. بنرجع بقى للسمك، كنت قلبته على الجهه التانية بقى واتحمر وكده، وايه ونزلت عليه بالتتبيله وهو كمان هو في الفرن كده. وبعد كده بسحبه في الفرن، بسحبه من الفرن على طول وانزل عليه التتبيله. هيتبل كله اهو. نحطه بقى نغرفه بقى في اطباق عشان نحطه على الاكل. واتبل بقى واتحط في الاطباق اهو عشان الاكل بقى بيتعمل سخن. السمك بيتاكل سخن في وقته. احلى سمك واحلى اكل لازم يتاكل سخن. وحطينا عليه شويه جزر بقى وشويه ايه خيار مبشورين كده. ودلوقتي بقى قدحنا معلقتين 3 زيت كده ونزلنا عليهم بالرز وبس. احلى رز مفلفل. دايما رز السمك ده ما شاء الله بيبقى حلو قوي، متعرفوش ايه السبب يعني، بيبقى جميل. دلوقتي بقى هنجهز الاكل. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا 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 جدا. لعلمكم كيلو السمك دلوقتي ده كان الكيلو ب100 جنيه. السمك بصراحه اسعاره طلعت في السما. وعملنا السلطه وعملنا الدقه وعملنا الرز. بس كده يا حلوين، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا لي كلمه حلوه من قلبكم. باي باي.